اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم ابدأ بنفسك مع فاطمه بهنساوي. موضوع النهارده موضوع مهم قوي، موضوع الثقه بالنفس. ازاي تبقى واثق من نفسك، وايه هي الثقه بالنفس عموما؟ اول حاجه من مؤشرات النجاح ان الشخص يبقى واثق من نفسه. طب ازاي او ليه؟ عشان كل ما مستوى ثقتك في نفسك هيزيد، كل ما كفاءتك هتزيد، كل ما هتقدر تتعامل مع الناس بسهوله، ومهاراتك الاجتماعيه هتزيد، هتقدر تحل مشاكلك لانك هتبقى واثق ان اي مشكله بتواجهك هتقدر تحلها بسهوله. ازاي يبقى عندك ثقه بنفسك، وايه الخطوات اللي تخليك واثق من نفسك اكتر؟ اول حاجه خليك لطيف مع نفسك. كلنا طبعا عارفين الحب الغير مشروط. حب بقى نفسك انت حب غير مشروط ومن غير قيود. مش بعد اي موقف او اي غلطه تعملها تقول ياه انا ليه عملت كده، انا لو كان الموقف ده قدامي انا كنت هعمل حاجه تانية. عادي، كلنا بنغلط، بس الشاطر اللي يتعلم من الغلط ده ويحوله لنجاح. خليك دايما مركز على نقاط قوتك مش ضعفك. شوف ايه هي مميزاتك، ما تشوفش ايه هي عيوبك. كلنا مميزين عن التانيين في حاجه واحده. جرب تحاول مره واثنين وثلاثه لحد ما توصل للحاجه اللي انت مميز فيها دي. مش طبيعي ان انت تلاقي دي من اول مره، بالعكس انت ممكن تقع مره واثنين وثلاثه، بس خليك واثق ان انت هتلاقيه. بس لو انت بقى عارف ايه هي الحاجه المميزه فيها، اتدرب عليها مره واثنين وثلاثه لحد ما تبقى محترف. كل ما تبقى واثق من نفسك ان الحاجه دي سهله، انا كده بعرف اعملها، كل ما ده هيزيد ثقتك في نفسك اكتر. تالت حاجة المقارنة. بطل تقارن نفسك بغيرك، بطل تشوف تحقق ايه وانا محققتوش، ده عمل ايه وانا لسه. ليه؟ لان احلامنا كلها مش واحدة، مش كلنا عندنا نفس الامكانيات، مش كلنا بنمر بنفس الظروف. كل ما تبتدي تقارن ده عمل ايه وده حقق ايه هتفضل واقف مكانك. ده حقق ايه عشان هو ده حلمه، فهو قدر يطور من نفسه وابتدى يحققه. انت قاعد بتبص عليه، انت مش هتعمل اي حاجه غير ان انت واقف تقارن نفسك بغيرك. كلنا عندنا احلام وكلنا نفسنا نحققها. ركز في مشوارك انت وبطل تركز في مشوار الناس. بطل تشوف ده حقق ايه وده لسه. كلنا عندنا عقبات في حياتنا، بس في اللي بيقدر يتخطاها وفي اللي بيقدر يقول ده تخطاها ازاي. خلينا كلنا في مشوارنا، كلنا هنقدر نحقق احلامنا، بس لو ركزت في حياتك انت. خليك في منافسه بس منافسه مع نفسك. ازاي؟ شوف انت امبارح كنت عامل ازاي، والنهارده عامل ازاي، وبكره هتبقى عامل ازاي، وابتدي طور من نفسك. كلنا نفسنا نحقق الحلم ده، وهنقدر نحققه لو ركزنا في مشوارنا احنا بس. رابع حاجة حدد انجازاتك السابقة. شوف انت عملت ايه زمان. يعني مثلا انت دلوقتي في دراسة، تخطيت مرحلة دراسية، ده انجاز. بدأت ان انت تشتغل، ده انجاز. حققت مثلا حاجة في شغلك، ده انجاز. اتجوزت وبقيت شاطر قادر تفتح بيت، ده انجاز. بقيتي عارفة تربي ولادك، ده انجاز. كلنا بنعمل انجازات. كل ما تطور بقى في الانجازات دي هتحس ان انت عندك فعلا قيمة، وقادر ان انت تبقى واثق من نفسك اكتر. خليك عارف ان انت شخص فعال في المجتمع. انت بتدرس، ده انجاز. انت بتشتغلي، ده انجاز. انت ام شاطره في بيتك، ده انجاز. انت اب شاطر قادر تحقق الامان في بيتك، ده انجاز. خليك متاكد ان انت شخص فعال في المجتمع، ده هيعلي من قيمتك قوي وسط الناس. مثلا لو عايز تبدا مشروع، انت هتبص على الانجازات القديمه، هتبقى واثق ان انت قادر تحقق المشروع ده لان انت حققت قبل كده حاجات، فده مش صعب عليك. نبص على الحاجات اللي احنا حققناها ونحاول ان احنا ندي قيمه لنفسنا، ان انا عملت ده، انا نجحت فيه، فانا هقدر اعمل ده. كلنا بنعمل انجازات في حياتنا، كلنا اشخاص فعاله، نركز في ده. كلنا لينا دور في المجتمع، كل واحد ليه دور مختلف. الطالب ليه دور في المجتمع، الدكتور ليه دور في المجتمع، عامل النظافه ليه دور، الام ليها دور ان هي تربي اولادها تربيه سويه عشان يقدروا يحققوا حاجات في بلدهم. كلنا لينا دور في المجتمع وكلنا مهمين في المجتمع. ركز في ده في حياتك عشان تقدر ان انت تبقى واثق من نفسك اكتر، ان انت شخص فعال وليك قيمه في المجتمع. خامس حاجة ابدأها بنفسك. ابتدي رتب افكارك ورتب اولوياتك، وشوف نقاط الضعف اللي فيك وابتدي عدلها. مثلا انت في الدراسة، ابتدي شوف انت محتاج كورسات ايه عشان تطور نفسك، ابدأ خدها. بتشتغل وفي حاجة مثلا صغيرة واقعة منك، ابتدي طورها عشان تبتدي تسهل عليك في حياتك بعد كده. مثلا واحد بيشتغل عايز ان هو يترقى او يوصل لمنصب اعلى في شغله، هيبتدي يشوف نقاط ضعفه ويبتدي ان هو يشتغل عليها لحد ما يوصل للحاجة اللي هو بيحققها. هيبتدي يدوس على نفسه اكتر عشان يبتدي ان هو خلاص انا ناقص لي تكة واوصل للي انا نفسي فيه. واحد عايز يفتح مشروع، يشوف ايه الحاجة اللي هو شاطر فيها ويبتدي ان هو يطور من نفسه وياخد كورسات ويتعلم
فيها لحد ما يبقى قادر ان هو يفتح مشروع. رب الاسره او ربة الاسره هم كلهم، كل البيوت فيها مشاكل، هيبتدوا ان هم يحددوا ايه المشاكل اللي موجوده في البيت عشان يبتدوا يعالجوها، عشان في الاخر البيت يبقى فيه راحه نفسيه وسلام، ويقدروا هم الاسره كلها تنجح مع بعض. حتى اصحاب الحرف ممكن يعملوا كده، يعني صاحب الحرفه اللي هو مثلا بيشتغل حاجه يبتدي يطور من نفسه فيها، يبتدي يشوف ايه اللي معاه في نفس المجال عمل حاجه وهو لسه ما عملهاش، يبتدي يدور ويحاول لحد ما يبقى مميز في الحرفه دي. وفي امثال كتير قوي في الناس ابتدت تطور من نفسها وابتدت تقعد مع نفسها. اهم حاجه ان الموضوع ده بيبتدي بيك انت. اول حاجه لطريقك ان انت تبقى واثق من نفسك هو انت. ومثال عن الثقه بالنفس ده محمد صلاح. محمد صلاح كان لعيب كوره بيبدا في نوادي صغيره قوي، كان بيسافر من الغربيه للقاهره كل يوم عشان مرتب 150 جنيه مثلا او 100 جنيه. في كتير قوي قعدوا يقولوا له ايه اللي انت بتعمله ده انت كده مش هتحقق حاجه، ده في غيرك كتير هيحققوا، يعني هيسيبوا الناس اللي بتلعب في النوادي المشهوره دي عشان يبصوا لك انت. بس هو بالعكس ما يأس، هو فضل يدور من نفسه ويحاول لحد ما بقاش اشهر واحد بيلعب كوره في مصر، لا ده بقى اشهر واحد في العالم. سافر بره ورجع مصر تاني وابتدى يلعب هنا وهنا لحد ما بقى اشهر واحد بيلعب كوره في مصر. ومحمد صلاح مش بس لعيب شاطر، لا ده كمان اب مثالي. يعني هو مش بس اهتم ان هو بشغله وخلاص انا كده حققت حاجه وخلاص بقى اولادي انا كده كده بجيب لهم فلوس، بالعكس احنا كلنا بنشوف علاقه محمد صلاح باولاده قد ايه هو اب مثالي وزوج مثالي، وان هو فعلا قدر يوازن ما بين حياته العمليه وحياته الاسريه. ده كمان خلى مراته قبل كده تستلم جايزة مكانه من كتر ما هو فعلا زوج مثالي، وان هو اب فعلا، ان هو انا نجاحي ده انا محققتوش لوحدي، انا حققته معاكي. وفعلا محمد صلاح من اهم الشخصيات اللي ليها تقدر تقول ان هو فعلا واثق من نفسه وان هو شخص ناجح، عشان قدر ان هو يبعد عن كل الكلام السلبي ان الناس بيقولوه ويركز في مشواره هو بس. وفي بدل محمد صلاح في مئات من الناس قدروا ان هم يحققوا حاجات كتير في حياتهم عشان واثقين من نفسهم. في ناس في الحياة العملية وفي ناس في الوسط الفني زي مثلا احمد زويل في مجدي يعقوب مع عادل امام. في ناس كتير قوي قدروا ان هم يحققوا نجاحهم من رغم ان هم ما كانوش من ناس مستويات عالية او ما كانوش عندهم امكانيات الكافية ان هم يوصلوا للمستقبل ده، بس كل واحد ركز على نقاط قوته مش نقاط ضعفه وقدر يبتكرها. وكل واحد ركز في مجاله لحد ما بقى انجح واحد واشهر واحد في مجاله، اذا كان العلمي او الثقافي او الرياضي او الفني. كل واحد ابتدى يركز في حياته هو. واكتر مثال للثقة بالنفس هو الرئيس عبد الفتاح السيسي. هو اي مؤتمر هو بيطلع واثق من نفسه، اذا كان مع انهي رئيس بلد او كان ايه، او ان هو يحل امور البلد اذا كان في الارهاب او في المشاكل الاقتصادية والسياسية. ليه؟ عشان هو شخص واثق من نفسه وقدر ان هو يحقق ده في بلد كبيرة زي بلد مصر. بس ناخد بالنا ان في شعرايه صغيره قوي ما بين الثقه بالنفس والغرور. الشخص الواثق من نفسه هو عارف ايه قدراته مع احترام قدرات غيره، وعارف هو هيقدر يحقق ايه. اما الغرور الشخص النرجسي اللي هو انا حققت ده بمنتهى السهوله ويبتدي يقلل من اللي حواليه عشان يعلي من قيمه نفسه. اما الشخص المغرور بقى هو شايف نفسه ان هو حقق كل ده لوحده ومحدش ساعده في اي حاجه، عكس الشخص اللي واثق من نفسه. لا، هو الشخص اللي واثق من نفسه بيدي لكل حاجه حقها، حتى الاشخاص اللي ساعدوه في حياته هو بيفضل محتفظ بالجميل ده. الشخص المغرور هو انا اللي وصلت ده بنفسي، انا اللي حققت ده، محدش ليه جمايل عليا. فنخلي بالنا قوي قوي من الفرق ده، وخليك انت الشخص اللي واثق من نفسك مش الشخص المغرور. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة، واتمنى ان انا اكون قدرت اوصل رسالتي ليكم، واتمنى ان انا اكون ضيفة خفيفة، واتمنى ان كل واحد شايف الحلقة دي يبتدي يركز على نقاط ضعفه ويبتدي يطورها عشان يحقق النجاح اللي هو بيتمناه. واشوفكم في حلقة جديدة من برنامج ابدأ بنفسك مع فاطمة بهنساوي.
برنامج عقول كافية. معاكم برديس جمال، هقدم لكم النهاردة ليه الراجل إحساسه بيتغير لما حبيبته بتنجح. تعالوا نبتدي الموضوع من بدايته. في سر خفي ورا الموضوع ده لازم تفهمه انت الأول كراجل قبل ما الست تفهمه وتقدره. انت كراجل مخلوق في الدنيا ديت جواك القوامة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها فيك، بتبقى عامل محوط على الأسرة ديت بجناحاتك، وكلنا تحت الجناح ده، وخصوصا حبيبتك أو مراتك بتكون متضللة بيك. نرجع لبداية الموضوع. ليه الراجل شعوره بيتغير لما الست بتنجح ولما بتوصل لمرتبة عالية من النجاح؟ في نوعين من الرجالة. النوع الأول بيحس ان مراته او حبيبته بتستغنى عنه واحده واحده لمجرد ان هي بتوصل للمرتبه دي، حتى لو المرتبه ديت اقل منه بدرجه او في نفس الدرجه بتاعته. طب ليه هو بيحس الشعور ده؟ علشان هو كراجل وظيفته في الحياه، او هو حاسس ان وظيفته في الحياه ان هو بيحقق الامان. بيحقق الامان من الناحيه الماديه، بيحقق الامان من ناحيه الحمايه. فبيجيله شعور ان هي لما بتخرج لمجال العمل او لما بتشتغل او لما بتحقق الجانب المادي ان هي كده بتستغنى عنه. وده غالبا بيكون النوع من الرجاله النرجسيه او الراجل السام. في بيكون غالبا الراجل دوت الراجل السام، ودوت استاهل علشان احنا موجودين في مجتمع شرقي وبيبقى نابع عن معتقدات وعن افكار. في بوست بيتكرر كتير قوي على الفيسبوك، شفته الفتره اللي فاتت. واحد كاتب، او الموضوع ده يعني الرجاله معظمها بتكرره على الصفحات بتاعتها، اللي هو فيما معناه انك انت بتجمع فلوس او تتعب علشان تحصل عليها او عشان توصل لها، وهي بتجمع فلوس وعايزه تنجح وتعلى علشان تسيبك. ما هو لو انت تفكيرك كده صح، هي هتفضل معاك ليه؟ ليه انت تفكر ان هي كل هدفها ان هي تسيبك؟ طب ما انت فعلا لو شخص بتفكر كده فهي لازم تسيبك، لان انت راهن وجودها معاك بشيء مادي موجود. انت كراجل هتكون مبسوط لما تكون مراتك او حبيبتك موجوده معاك علشان حاجه ماديه مثلا، او علشان حاجه تانية مش علشانك انت؟ اكيد لا. راجع تفكيرك وحاول ان انت تصلح من اخطائك، علشان انت كده مش بتحميها، انت كده بتخوفها اكتر. واحنا كمجتمع شرقي عندنا معتقدات غلط كتير، زي معتقد سي السيد اللي احنا شفناه في كل السينما المصريه وكل الافلام اللي احنا بنشوفها، ان دايما الراجل هو اعلى من الست، هو البوزيشن بتاعه هو الاعلى، وهي مش مسموح لها ان هي تعدي حدود النجاح. حتى لو عدته فهو بليميت معين، ليميت يتماشى معاه ويتماشى مع وظيفته ويتماشى مع مكانته في المجتمع. عندنا مثال كبير جدا قدامنا زي ياسمين عبد العزيز. ياسمين عبد العزيز تعتبر نجمة مصر الأولى، اتحاربت كتير في حياتها الزوجية على حساب عملها، ولما انفصلت تحاول برضو ان هي تتحارب في مجال شغلها. طليقها حاول ان هو يحاربها بفنانة تانية قدامها، ان هو يعليها عنها، ان هو يديها ادوار اعلى منها، ادوار بطولة اعلى منها، بس في الاخر هتفضل ياسمين عبد العزيز هي ياسمين عبد العزيز، مش هتتغير. وده اذا كان بيدل، فهو بيدل على ان هو بيحاربها في نجاحها حتى بعد ما انفصلوا، حتى بعد ما سابوا بعض. وعلى عكس المثال ده عندنا مثال بسمة بوسيل وتامر حسني، ان هما بسمة بوسيل عرفت تامر وهو تقريبا كان على قمة نجاحه، وهي كانت لسه في بداية مشوارها الفني، ولما اتجوزوا هي احترمت فيه ان هو حابب ان مراته تكون موجودة في البيت علشان طباعه كرجل شرقي، هي احترمت فيه ده، وهو كمان احترم فيها ده بعد سنين من الجواز، لما هي حبت ان هي ترجع للفن تاني، وترجع ان هي تكمل طريقها الفني في الغنى، وان هي تبقى على الساحه موجوده، وهو احترم دوت، وانفصلوا عن بعض بكل احترام وما حاربهاش، وبالعكس بيحاول ان هو يساعدها ويدعمها، وانفصلوا عن بعض بكل احترام عشان ما بينهم اولاد. ما حاولش ان هو يحاربها، ما حاولش ان هو نشوف خناقاتهم او نشوف فضايح او نشوف حاجات من دي، بالعكس بيدعموا بعض. ولسه هي كمان مهنياه عن عيد ميلاده كأنهم اتنين لسه ما انفصلوش، لسه متجوزين. وديت اللي احنا بنسميها النهايات اخلاق حتى لو هم منفصلين. عندنا بقى مثال مختلف تماما، مثال كله حب وكله دعم، دعم على كل المستويات، المستوى الشخصي والمستوى العملي والمستوى المادي، من كل حاجة فعلا في الحياة. حتى في البيت كانوا بيساعدوا بعض وكلنا عارفينهم كويس قوي. عندنا الفنانة طبعا الله يرحمها دلال عبد العزيز وسمير غانم.
من بدايتهم خالص وهم مع بعض. سبب ظهور دلال عبد العزيز هو كان سمير غانم، هو اللي طلعها وهو اللي طلعها على الساحات، وحبوا بعض واتجوزوا ونجحوا مع بعض وخلفوا، وكمان ولادهم نجحوا وهم قصادهم. ورغم ان جت الفتره طبعا الاخيره على سمير غانم ان هو اختفى شويه عن الساحه، الا كانت دلال عبد العزيز مكمله وهو كان بيدعمها، وما كانش يعني اتضايق من الموضوع خالص ان هو ما طلعش على الساحه او ان هو ما اشتغلش وهي كانت بتشتغل. بالعكس خالص، كان بيدعمها وبيديها كل الحب وكل الدعم ان هي تكمل في طريقها الفني، حتى رغم ان هو عدى بيهم السنين وبعد ما كبروا في السن برضو بنفس الليمت ما نزلوش عنه خالص. وكمان يعني مش ان هم ورثوا الفن كمان لعيالهم، لا ده كمان ورثوهم نفس الفكره، نفس فكره الحب والدعم. مثلا عندنا دنيا سمير غانم وجوزها طبعا رامي رضوان، برضو نفس الفكره، هي ناجحه وبتشتغل وبتعمل اعمال في كل مكان، وهو برضو رغم ان هو بيتقال عليه ان هو جوز الست، وهو برضو ما عندوش اي مشكله في الموضوع، بالعكس بيدعمها اكتر وصابر وساكت عادي جدا، ما عندوش اي مشكله. وبرضو ايمي سمير غانم وجوزها حسن الرداد نفس الفكره، الاثنين بيشتغلوا في الفن، الاثنين بيمثلوا، عملوا اعمال مع بعض، نجحوا مع بعض، هو بيشتغل في طريق او هي بتشتغل في طريق، برضو ما بينهم كل الحب وكل الاحترام. هي ديت النماذج اللي المفروض نشوفها في كل بيت، هي ديت النماذج اللي المفروض تطرح على السوشيال ميديا، مش القصص اللي احنا بنشوفها، مين لبس ايه ومين شرب ايه ومين اتخانق مع مين وفضايح والكلام اللي احنا بنشوفه، لان كل ده داخل في الاسره من الصغير لحد الكبير، وكمان بيأثر في الصغير اكتر ما بيأثر في الكبير، لان احنا بنطلع جيل كامل ما بيشوفش غير فضايح وما بيشوفش غير الاخبار ديت. لكن لما ندخل للجيل الجديد ان هو يشوف نماذج زي كده، هيعرف ازاي لما يكبر ان هو يتعامل مع مراته، ان هي تتعامل مع جوزها، مش بفكره بقى ان انا راجل وانا سي السيد وانا اللي مش عارفه ايه، وهي تقول لا انا لازم احقق كاريري وانا مش عارفه ايه. كل ده بيكون على حساب الاسره. لازم يبقى في حاجه تتخلق في النص ما بين الاثنين، بان هما بمعنى اصح يعرفوا يتعايشوا مع بعض ويكملوا بعض صح. في راجل تاني بقى بيبقى شعوره بالخوف اكبر من اي حاجه تاني، اكبر من ان هو يفكر ان مراته هتعلى عنه في شغله او هتعلى عنه في المكانه الاجتماعيه، بيبقى اعلى من اي حاجه تانية شعوره بالخوف. وشعوره بالخوف مش بيبقى من شيء معين اكتر من ان هو بيبقى خايف عليها، بيبقى خايف عليها من المجتمع الخارجي، بيبقى خايف عليها من نظرات الناس التانية، عشان هو عارف ان اقرانه من الرجال بيفكروا ازاي، وخصوصا لما بيشوفوا اي ست لوحدها او اي ست منطلقه في اي مجال شغل. وبالرغم من خوفه عليها بيحاول برضو بقدر الامكان ان هو يكون في ظهرها، وان هو ما يسيبهاش لوحدها، مش ان هو يمنعها او ان هو يقول لها ما فيش شغل او ان هو يقول لها ما فيش دراسه اقعدي في البيت عشان هو مش فاضي، لا، بيحاول ان هو يفضي نفسه عشان يكون معاها ويكون في ظهرها، يكون اكبر داعم ليها. ولما الدعم بيجي من اكتر شخص بتحبه بتنجح فعلا، وبتقدر ان انت تكمل في طريقك وفي مستقبلك. فهو دوت الراجل الذكي اللي هو اللي يقدر يفهم ان هو يتعامل مع طبيعته كراجل او طبيعته كشعور، ان هو جاله احساس ان هي حبيبته او شريكه حياته ان هي بتنجح وبتعلى، فبيحاول ان هو يكون في ظهرها. وهي كمان كست لازم تفهم شعوره وتقدره كويس جدا، لازم تقدر خوفه عليها، لازم تقدر غيرته عليها، لازم تقدر ان هو سايب اللي وراه وواقف معاها. نيجي بقى للجدل اللي موجود حاليا. في جدلين، الجدل الاول بيقول ان السبب في الموضوع دوت هي الست، بان هي لما بتوصل لمكانه معينه بتحسس الراجل شعور بان هو بقى اقل منها، ان انا بقيت مهمه، ان انا مش فاضيالك. في مثلا راجل بيقول انا مراتي كان قبل ما توصل للمكانه اللي هي فيها او قبل ما تترقى بمعنى اصح، كنا كل يوم بنخرج، كل يوم بنتعشى بره، دلوقتي بقيت اجي اقول لها تعالي نتعشى بره، مره توافق و10 لا، والحجه انا مش فاضيه انا عندي شغل. وفي راجل تاني بيقول انا مراتي بعد ما وصلت لمنصب مدير عام في شركه ما ان هي بقت عصبيه اكتر، ان هي بقت تتنرفز اكتر، بقت تعلي صوتها اكتر. في الفريق التاني بيقول ان الست هي الست في كل الحالات،
هي الست لما كانت في مكانه عاليه، وهي الست لما كانت في مكانه قليله. ولو جينا حللنا الحاجات اللي الرجاله بتقولها هنلاقي ان الست في قبل ما تبقى في بوزيشن عالي برضو كانت عصبيه، وبرضو كانت بتعلي صوتها، ممكن من الولاد، ممكن من شغل البيت، ممكن من اي حاجه تانية. والست اللي كانت بترفض يعني توافق مره ان هي تتعشى بره و10 لا توافق ما توافقش، فهي ممكن كانت تبقى مشغوله باي حاجه تانية. بس الموضوع اختلف بان هي وصلت لبوزيشن معين، فالراجل بقى يجيله شعور ان الغلط من الست، وان هو بقى مش مرتاح ان هي عليت، فبقى يجيله شعور ان هي عليت، فهي بتعمل كده عشان هي عليت عليا، مش عشان هي عندها ظروف فعلا. وزي ما افتكرنا الراجل وادينا ليه امثله كتير ان هو واقف في ظهر الست ودعمها، برضو مش هننسى الست بان هي بتقف في ظهر الراجل وبتدعمه. وعندنا اكبر مثال لازم ان احنا نذكره ولازم نفضل فاكرينه، طبعا الراحله الجميله العظيمه جيهان السادات، زوجة الراحل العظيم محمد انور السادات. اتجوزته وهو كان يعتبر ولا حاجه، وكملت معاه وفضلت واقفه في ظهره ومستحملاه، وهو كمان كان يعني بيكبرها بحوالي مثلا 20 سنه، وكانت الدعم الاكبر ليه، ووقفت في ظهره لحد ما بقى اعظم راجل تقريبا في مصر وفي وقتها في العالم، محمد انور السادات. يا رب اكون ضيفه خفيفه على قلوبكم، استنوني. اهلا بكم اعزائنا المشاهدين في حلقه جديده من برنامج ابدأ بنفسك. مشرفانا النهارده في الاستوديو ضيفتي ملكه جمال مصر للسلام ايمان عبد الناصر، وهنتعرف معاها اكتر ازاي قدرت توصل للقب ملكه جمال مصر للسلام. نرحب بيكي معانا يا ايمان. اهلا بيكي يا مايرا. اهلا بيكي. في البدايه احنا عرفنا الساده المشاهدين انك ملكه جمال مصر للسلام، عايزينك تعرفينا اكتر بنفسك. اسمي إيمان عبد الناصر. في 2022 اشتركت في مهرجان ملكة جمال مصر للسلام، وأخدت لقب ملكة جمال مصر أميرة السلام الدولية. تمام. بس وهي دي كانت البداية الكويسة يعني بالنسبة لي لتحقيق جزء كبير من حلمي. تمام. انا شايفه ان ما شاء الله سنك صغير، ازاي قدرتي توصلي لحلمك في السن الصغير دوت؟ ربنا يخليكي. بصي، هو الفكره ان انا بدات من بدري شويه، يعني انا بدات كل حاجه من بدري شويه، حياتي المهنيه وكل حاجه بداتها بدري، فمن بدري وانا كنت بسعى ان انا نفسي اعمل اي حاجه تكبرني وتكبر من اسمي، وان انا اوصل، يعني كان قدامي حلم معين كده كان نفسي اوصل. فبدات ابحث عن يعني كتير على السوشيال ميديا عن فرص، حاجه تكون برضو حاجه بدايه تكون محترمه، ان انا اقدر اطلع بيها، حاجه تكون برضو يعني حاجه تشرف. اكيد بالتاكيد. فبحثت ويعني ربنا وفقني ان انا اعرف بالمهرجان، وقدمت على طول طبعا بعد تجارب كتير ومحاولات كتير، فربنا هداني للمهرجان ده وقدمت فيه والحمد لله. تمام. دايما بشوف ان البنات بيقابلوا تخوف كتير وبالذات من المجتمع عن المسابقات، وخصوصا المسابقات اللي متعلقه بملكات الجمال. ازاي قدرتي ازاي قدرتي تتخطي كل الصعوبات ديت وانك كمان تكسبي في المسابقه؟ بصي هقولك حاجه، هي الفكره فعلا ان الموضوع فيه رهبه شويه، ان هو مسابقه وجمال والكلام ده. بس في ناس بيبقى مفهومها عن الجمال يعني ان هو شكل اكتر حاجه مختلف. بس بصراحه مع المهرجان بتاعنا، يعني خليني اقولك ان رئيسه المهرجان بتاعتنا استاذه مروه عوض، هي اصلا مصممه حلى والتيجان عالميه حرفيا. فهي حد جميل جدا وحد فريندلي جدا.
دي من اول الحاجات طبعا اللي كانت مدينا كلنا ثقه في نفسنا، بالظبط، انه بالظبط. الموضوع ما كانش بس شكل. أكيد. احنا كان معانا في المسابقه بنات كلهم، يعني كل واحده فيهم كان ليها جمالها الخاص، سواء أكيد. بقى بيضه، سمراء، طويله، بالظبط. قصيره، بالظبط. كلنا كنا حلوين وكنا عندنا ثقه فظيعه، لان أكيد. احنا من اول اوديشن واحنا اوريدي عند استاذه مروه احنا واخدين اللقب ان احنا ملكات الجمال بتوعها. بالظبط. فالموضوع بصراحه ما كانش فيه اي رهبه ولا كان خوف، مدياكوا طاقه ايجابيه يعني. جدا أيوة، جدا. الموضوع بالظبط. كانت مديانا ثقه في نفسنا أكيد. كبيره جدا، غير بقى ان احنا اشتغلنا. يعني انا اشتغلت على نفسي ان انا اقرا كتير، عشان اللقب ما كانش حاجه عاديه يعني. بالظبط بالنسبه طبعاً. لي ما كانش ملكه جمال مصر بس ونسكت، لا ده مصر للسلام، فالموضوع أكيد كان طبعاً. كبير. بالظبط. فانا اشتغلت على نفسي، قريت كتير، قريت عن السلام كمفهوم عام والسلام النفسي والسلام الداخلي، يعني قريت كتير وحاولت ان انا اثقف نفسي على قد ما اقدر، بحيث ان الموضوع ما يبقاش معتمد على الجمال بس. كده كده أكيد. كلنا جميلات يعني، ما فيش أكيد. بنت مش جميله، أكيد. بس الموضوع كان اكتر عامل بقى الثقه في النفس وعامل الثقافه والكلام ده. بالظبط. فانا اشتغلت على الموضوع ده والحمد لله قدرت ان انا الحمد لله. اعدي الصعوبات الحمد يعني. لله. عايزين نعرف ايه هواياتك المفضله، وهل في هوايه معينه بتحبي تعمليها وقت فراغك؟ والله بصي هقول لك، مش هوايه معينه يعني، مش حاجه ملموسه دلوقتي تمام. خالص. وانا صغيره كنت بحب الرسم، كنت برسم كويس، بس لما جيت يعني في وقت ما الدراسه خدت وقت كبير، يعني كانت واخده كل وقتي. بالظبط. فبدات بعد كده ان انا يعني بقت هوايتي الاساسيه ان انا اقرا، أكيد. اطلع، الاطلاع. اعرف مواضيع جديده، الثقافة العامة عامة. الثقافه العامه بشكل مش عادي يعني. انا تمام. طول الوقت بدور، حتى لو انا بجد مش عارفه انا بدور على حاجه معينه، بس بالظبط. طول الوقت انا بدور على حاجه تفيدني. اكيد. بس يعني هو ده يعتبر وقت فراغي. انا طول الوقت يا اما بشتغل تمام. يا اما قاعده بقى بشوف انا ممكن اعمل ايه، اضيف بالظبط. لنفسي ايه. بالظبط. اكيد. كنت حابه اعرف اكتر ايه طموحاتك وخططك المستقبليه، هل هتكتفي باللقب ولا هتسعي لحاجات تانية كتير؟ لا بصي، هو طول الوقت زي ما قلت لك انا من بدري ان انا بسعى احقق يعني اكتر من حاجه. تمام. فلسه بصراحه لسه قدامي ان شاء الله حاجات كتير قوي ناويه ان انا اعملها واحققها. تمام. عايزه اكبر اسمي، اخلي اسمي في كل بيت مصري بقى باي طريقه. يعني انا ناويه ان شاء الله ان انا هعمل يعني اكتر من مشروع باسمي، وان تمام. انا انمي بقى حاجات كتير عندي، مش بس اللقب يعني. مش تمام. دي النهايه اكيد ان شاء الله. ان شاء الله. بما انك منورانا النهارده في الاستوديو، حابه توجهي رساله ايه للشباب، خصوصا الشباب اللي عندهم هدف او حلم وخايفين يحققوه؟ بصي هقولك يعني اهم حاجه ان انت تبقى مصدق. انت أكيد. طالما مصدق نفسك، صح. مصدق في حلمك، اكيد. ثق طبعا في ربنا، دي اول أخيراً. حاجه. وثق في قدراتك. الخوف ده بجد، الخوف يعتبر انا بعتبره مقبره للاحلام. يعني انت طالما بس خفت يبقى انت كده بتدفن حلمك. اكيد. حتى لو عندك صعوبات 1 و2 و3، انت ممكن تلاقي بعد كده الصعوبات دي هي اصلا السبب في تحقيق حلمك، او هي اللي اديتك خبره استخدمتها بعد كده علشان توصل. اكيد. ما تخافوش بجد. كل حاجه يعني مفيش حاجه اصلا مستحيله على ربنا. أكيد طبعا. يعني ودي تكفي، ما بالك احنا كمان ربنا مدينا القوه ومدينا العلم ومدينا قدرات كتير نقدر ان احنا نستخدمها. أكيد. فمفيش حد مش هيوصل، مفيش حد مؤمن بحلمه مش هيوصل. اكيد طبعا. صدق في حلمك طبعا، بعد ما انت مصدق يعني بعد ثقتك في ربنا سبحانه وتعالى. صدق في حلمك وان شاء الله كل الناس تكون ناجحه وتوصل لاهدافها وتوصل للي هي بتحلم بيه. ان شاء الله يا رب. وفي نهايه حلقتنا بنشكرك شكرا جزيلا. شكرا ليكي يا مايا، كنت منورانا النهارده. انا كنت مبسوطه ان انا معاكي والله. شكرا ليكي قوي. وفي نهايه حلقتنا بنشكركم اعزائنا المشاهدين، وعلى وعد بلقاء جديد.